مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني. أنا عارفة بس ولا أقولك بلاش الملامة. سيدي أنا حمد لله على السلامة. أهلا بيكم في الصالون. لبستلكوا الأباية أو كافتان، سموها زي ما تسموها وانا يعني لبستلكوا وتشيكتلكوا. والفيديو ده من اكتر الفيديوز اللي انا متحمسه لها بعد كل التحيه والسلام والحب والاشواق والاحضان مني. خلونا نخش في الموضوع، نبدا من الاول. من شهر ونص كده تقريبا انا سافرت، ركبت طياره وسافرت. اللي متابعني من بدري عارف ان انا اكتر حاجه نفسي اعملها في حياتي ان انا اسافر. نفسي اشوف اكتر عدد من الدول واكتر نسبه من الكوكب ممكنه. قطر اول ديستنيشن ليا. قلت في فيديو ان قطر من اكتر البلاد اللي ما كانش المفروض اسافرها اول حاجه. ليه؟ علشان هي مصعبه الموضوع قوي على باقي الاماكن اللي انا ممكن اروحها. بس first things first، ازاي سافرت اصلا؟ اول حاجه الباسبور، لازم يكون معاكم الباسبور بتاعكم فاليد اكيد. تاني حاجه وهي الفيزا بتاعت قطر سهله جدا وانتوا رايحين سياحه. في بلاتفورم اسمها هيا قطر، هي بلاتفورم بتخشوا تكتبوا بياناتكم فيها. لازم يكون معاكم حاجه اساسيه عشان الفيزا بتاعتكم تتعمل، وهي الاكوموديشن، او انتوا لازم تملوا بيانات انتوا قاعدين فين. لازم تكونوا حاجزين اوتيل او اير بي ام بي او شقه عادي او ايا كان المكان اللي انتوا قاعدين فيه. لازم يكون معاكم البيانات بتاعته، علشان ده انتوا بتملوه. ده شرط اساسي ان الفيزا تتقبل. الفيزا بتاعتي اتقبلت في 48 ساعة تقريبا. المفروض اقول لكم دلوقتي تقعدوا فين في قطر وقعدت في اوتيل ايه وكده، بس انا في جزء من عيلتي قاعد في قطر فانا رحت قعدت عندهم. فدي كانت بريفليج الصراحة، يعني سهلت عليا حاجات كتير. انا دايما بتكلم معاكم وانا باكل حاجه. فالنهارده باكل جامي بيرز. الجامي بيرز اكتر كاندي بحبها في الكون. الفيزا بتاعتكم بتكون فاليد وشغاله لمده 3 شهور، وبتبقى فاليد ان انتوا فعلا تروحوا تقعدوا هناك لمده 30 يوم. الفيزا بتدفعوها اونلاين وسعرها 100 ريال قطري. الموضوع سهل جدا. بمجرد ما الفيزا بتاعتكم بتتقبل بيجيلكوا ايميل، ولو ما اتقبلتش برضه بيجيلكوا ايميل وبيقول لكم هي ليه ما اتقبلتش. تيكتس الطيران، حاولوا تبعدوا عن السيزونز عامه، يبعدوا عن الاعياد، يبعدوا عن رمضان، عن النيو ييرز. ده لو انتوا عايزين توفروا. لو انتوا مش فارق معاكم جو فور ات. بس الاكيد ان انتوا كل ما تحجزوا بدري عن السفريه بتاعتكم كل ما كان احسن. اكتر فقره ممتعه وهي الطيران والطياره. فعلا دي اول مره في حياتي اركب طياره وما كنتش عارفه هحس ايه خالص، بس بجد كانت من ألذ الحاجات اللي انا عشتها في حياتي. بس لو عندي وان تيب للطياره، كلوا مستيكه بلغتي الاسكندرانيه، بس انتوا كنتوا تاكلوا البان عادي، جم، مستيكه، وات ايفر. اتفضل. علشان الضغط بتاع الطياره بس بيصدع شويه والودان بتتسد. انا سافرت على الخطوط القطريه، قطر ايرويز، وبحمد ربنا ان انا عملت كده. انا دايما بسمع مشاكل مش طبيعيه في الطيران. المواعيد كانت مظبوطه جدا، كواليتي، كل حاجه تحفه بجد. انا ما حسيتش خالص بالوقت، وكنت كل لحظه في الطياره كنت مبسوطه فيها. جنب الشباك فهماها ولا هي فهماني، هنتعب مع بعض في الطياره. عايزه احكي لكم حاجه. انا ما كنتش اعرف المعلومه دي قبل ما اروح مطار قطر جهلا مني. اول ما نزلت المطار لقيت مكتوب على السكرينز بيست ايربورت 2024 مطار حمد الدولي. هسيب لكم صور ليه يجنن. انا بالنسبه لي ده لوحده خروجه. ومن اكتر الحاجات اللي انا ندمان عليها ان انا ما قعدتش فيه وقت اطول من كده، ما لفتش فيه اكتر من كده. خلوا يوم اللي انتوا مسافرين فيه وانتوا راجعين مصر او وات ايفر انتوا منين، يعني روحوا قبل طيارتكم بحبه حلوين عشان تلفوا في المطار، لانه بجد مايند بلوينج. الحمد لله كل حاجه في المطار مشيت سموث، والناس هناك لذيذه قوي وهيلبفل قوي. من هنا يبدا ألذ شعور حسيته طول سفريتي، ان انا ما كنتش حاسه ان انا غريبة خالص في مكان. كنت حاسة ان انا فاميليير قوي، فاهمة الناس كويس والناس فاهماني كويس. ما كنتش حاسة بأي ستراجل في الكوميونيكيشن. قطر مش دولة كبيرة قوي مساحة، بس فيها كمية فرايتي مش عادية. خلصنا الشق بتاع السفر فعلا، نيجي بقى لمرحلة ان انتوا جوه البلد. انا مثلا شايفة مين اكتر ناس مناسبة ان هي تسافر قطر؟ حرفيا اي حد، شباب، عائلات، بنات، حتى لو بنات لوحدهم. انا قبل ما اسافر تخيلت أسوأ سيناريوهات ممكن تحصل لي، بس انا حصل لي سيناريوهات كلها حلوه. وبجد انا كنت منبهره من كميه الامان والسيفتي. انا ما كنتش خايفه على نفسي ب2 جنيه ونص. مبدئيا كل الاماكن فيها كاميرات، كل الاماكن فيها سيكيورتي، كل الاماكن انت في امان. امتى احسن توقيت تسافروا في قطر؟ في شق الجو. في قطر دولة يعني زي الخليج، حر جدا جدا جدا،
بس الوقت اللي انا سافرت فيه كان الجو رائع. ده كلمة قليلة. انا سافرت من اخر شهر 1 لحد نص شهر 2. التوقيت ده كان الجو يجنن. عارفين جو الخريف عندنا اللي هو فيه شمس الصبح بس الجو مش حر، بالليل الجو فيه لسعة سقعة بس مش هتبرد، يعني الجو فيه لسعة سقعة حلوة وهوا. الجو ده كان بيرفكت بالنسبة لي صراحة، لان انا شخص بيتحر جدا جدا، فكنت خايفة قوي من الموضوع ده. بس الحمد لله التوقيت كان مناسب قوي. في حاجة بقى حلوة في التوقيت اللي انا سافرت فيه ان كان فيه مهرجان التسوق لقطر. انا مش عايزة اتكلم، بس انا مفلسه من ساعتها. عملت حبه دمج رائع، اشتريت كل حاجه تتخيلوها ما تتخيلوهاش. مهرجان التسوق ببساطه ان كل البراندز سواء كبيره او صغيره، تعرفوها ما تعرفوهاش، كل الناس بتبقى عامله اوفرز، كل الاماكن عامله اوفرز تجنن بجد، اوفرز بجد تجنن. ايه رايك في العبايه دي؟ اصلا جبتها من هناك، فاكسبيرينس الشوبينج هناك ولا اروع. طبعا مش عايزه احكي لكم احساسي ان لما دخلت سيفورا قلبي الصغير كان لا يتحمل. اي حد بيحب الميك اب حاول لما تشوف سيفورا في يوم من الايام في اي مكان لف وشك وامشي، لان انا كان نفسي حد يخليني الف وشي وامشي. ودايما قبل ما تسافروا مكان دوروا الفعاليات الايفنتس اللي بتحصل في التوقيت اللي انتم مسافرين فيه. انا من ساعه ما سافرت لحد اخر يوم الحمد لله التور جايد بتاعتي كانت قريبتي، فعملت معايا الواجب والزياده. مفيش حته تقريبا في قطر انا ما رحتهاش. قطر من البلاد اللي هي مساحتها صغيره، سهل قوي ان انتوا تروحوا كل الاماكن، وفي فرايتي في المواصلات مش طبيعيه، في مترو، في باص، وفي تاكسي، في كل حاجه، كل اللي بتحلموا بيه هتلاقوه. عايزه اقول لكم الاماكن اللي انا اتبسطت فيها قوي قوي قوي. توب 1 سي لاين. السي لاين جزء صحراء وفي نفس الوقت في بحر، فانا مش عارفه احنا عايزين ايه تاني اكتر من كده. احلى اكسبيرينس انا عشتها في حياتي. بتروحوا تهدوا الهواء اللي في الكاوتش بتاع العربيه كده، بتخشوا بقى الصحراء، احساس جديد قوي. انا كمان ما عشتش اكسبيرينس شبه دي قبل كده، بس هي علت لي الادرينالين جدا، وكنت طول الوقت منبهرة فاتحة عيني وعمالة أضحك وعمالة أصوت، وكنت متحمسة بشكل مش عادي. قعدنا بقى بالعربية كده نلف ونتفرج على المكان. في الآخر خالص قعدنا في مكان كده عالي شوية، ركننا فيه وحطينا كراسي، والجزء ده بقى انتوا شايفين منه البحر. انا لو اقول لكم دي كانت من اكتر المومنتس في حياتي، اللي هو unreal moment بجد. انا حاسه ان المشهد ده اصلا مش حقيقي. كمان سيف قوي، يعني انا في وقت كنت خايفه جدا من الاكسبيرينس، فكره ان احنا بعربيتنا وماشيين في الصحراء وممكن لا قدر الله يحصل لنا اي حاجه، ممكن ابسط حاجه ممكن نغرز. بس طول الوقت في افراد امن والناس هناك هيلبفل قوي، حتى الناس اللي هو عادي زيكم زيهم طالعين عادي بيتفسحوا كده، دايما لو في حد عطل حد وقف بتلاقي الناس رايحاله وتسأل عليه وعامل ايه وانت تمام وكده. فكانت من اكتر الاكسبيرينسز اللي انا بجد نفسي كل الناس تعيشها، وانا لو يرجع بيا الزمن هروح تاني. تاني مكان اتبسطت فيه قوي كان الملاهي. انا الشخص بيكره الملاهي، ببغض الملاهي، مستحيل في حياتي بإرادتي أدب رجلي جوه الملاهي. بس من ساعة ما سافرت طلع لي فيديوز كتير قوي عن لوسيل وينتر وندرلاند، وحسيت انه طب ايه بقى، نطلع بره الكومفورت زون ونجرب. نصيحتي للوسيل وينتر وندرلاند ان انتوا ما تفوتوش ولا لعبه. انتوا هناك في اوبشن ان انتوا تلبسوا كاميرا كده في ايديكوا، كده ما ينفعش تطلعوا باي موبايل، فانتوا بتلبسوا كاميرا كده في ايديكوا، بتطلبوها من المكان، خدوها معاكم، لانه اكسبيرينس ان انتوا تصوروا وانتوا فوق في الالعاب وكده بجد خطيره. واستنوا لان هو تقريبا في الويك اندز بيعملوا اوفرز على التيكتس، ولو في اي ايفنت اصلا في الدوله برضو بيبقى فيه سيل على التيكت، فانتوا استنوا وقت يكون في اوفر، لانه بجد بتبقى يعني عليها ديسكاونت حلو قوي. في العاب تعبت لي اعصابي، في العاب جننتني، بس السيفتي هناك برضو كانت رقم 1، ودي حاجه كانت مطمناني قوي. فلما تيجوا تروحوا اعملوا حسابكم ان انتوا تروحوا من بدري لحد بالليل، لانه احنا عندنا من الصبح لحد بالليل مفيش غير لعبه واحده او 2 تقريبا اللي قررناهم، وفي العاب كمان ما لحقناش نلعبها. تالت مكان هو بيرل، ذا بيرل ايلاند او جزيره اللؤلؤه. المكان ده فايرل جدا على الانترنت، انا متاكده ان انتوا شفتوه في حياتكم قبل كده. كله بيوت كده ملونه وبريدجز كده على ليك، في زي مراكب كده بتعدي وممكن تركبوها، بجد تحفه. كله بقى كوفي شوبس كده، تقعدوا تاخدوا قهوتكم كده في رواقه، ممكن تفطروا. كمان في محلات كتير، هي كبيره جدا بجد، هي كبيره قوي، تحفه من الحاجات بجد اللي فعلا ما تفوتوهاش. وحاولوا تروحوا الصبح، الصور هناك. الخور بارك، هي بارك جنينة جاردنز كده كبيرة جدا، وكمان فيها حديقة حيوان. يا جماعة
جماعة انتوا عارفين انا ما رحتش حديقة حيوان وانا صغيرة خالص، دي كانت اول مرة اروح حديقة الحيوان، وبجد my inner child كان بيزغرط والله العظيم. صراحة experience الحيوانات كده، وهناك في حيوانات كتير جدا، حيوانات مفترسة تلاقي، طيور تلاقي، حيوانات نادرة كمان تلاقي هناك، كمية حيوانات. شفت فلامينجوز، شفت طاووس، شفت بط، شفت وز. اكتر حيوانات اتبسطت معاهم القرود، هدف لهم لب وقاعدين يسقزوا اللب وبتاع، بجد لا 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 لا. شفت اسود، شفت نمور، شفت الكوبرا بس كانت نايمة، رحت لها وهي كانت نايمة، حركات صعبانية خالص. انا رحت قطارة. قطارة هي انا مش عارفة اوصفها ازاي، انا شفت فيها باركس، شفت فيها جناين كتير جدا، جناين ادتني فايب ان انا في تركيا. بجد انا حسيت ان انا رحت في تركيا وانا قاعدة في مكاني، بارك وجناين كبيرة جدا، على مرمى بصري انا شايفة خضار وفي الاخر شايفة بحر. بعد كده كان في اليوم ده ايفنت يخص الخيول، كان في ايفنت تاني في قطارة برضو لليوم الزراعي، برضو كان لذيذ قوي، وبيقعدوا تشوفوا بقى مراحل الزراعة، وبتشوفوا بقى انواع زرع كتير، وبتشوفوا ورود ومش عارفة ايه، وبيعملوا شوز كده برضو للاطفال والكبار، عشان انا كنت بقعد اتفرج على الشوز دي، كنت بحس ان هي انترستنج قوي، واللي هو يا ريتني كنت طفله، انا بجد انا ممكن اجي معاكم. مش عارفه اجادجت كويس قوي عشان ما قعدتش فيها كتير، بس بجد كانت لذيذه جدا. شوفوا كل ده ما جبتلكوش سيره المولز خالص ولا الاماكن اللي عملت فيها شوبينج، بس لانه بجد المولز محتاجه اصلا تصنيف لوحده، احكي لكم احلى مول، بس الصراحه كلهم كانوا حلوين قوي، انا مش عارفه احدد، المولز كلها كانت تحفه، طول ما انت ماشي في احساس باللكجري غير عادي، بس بجد كل مول احلى من التاني، كل مول فايب غير التاني. اكتر المولز اللي انا حبيتها كان فيلاجيو مول. اليوم ده انا دخلت المول كنتش نايمه كويس خالص بجد، وكنت ابتديت افصل اوريدي، انا دخلت المول بالليل، لقيت ان احنا جوه المول الصبح عشان هم عاملين السقف بتاعه كله ان هو بالنهار، قلت اوكي عادي عادي بتحصل. مشيت شويه لقيت ليك، بحيرة جوه المول، وفي ناس بتركب مركب بتمشي بيه في الليك اللي جوه المول الصبح واحنا بالليل. فكان عندي حالة من حالات نومة العصر غير مفهومة. اكتر حاجة مشتركة ما بين كل المولز اللي انا روحتها، البسوا شوز مريح عشان هتمشوا مشي غير عادي. مولز كبيرة جدا، في مولز انا قعدت فيها يعني يوم كامل وما خلصتهاش. ممكن بقى نركن كل حاجة على جنب ونتكلم عن الاكل. انا كان في ميزانية لوحدها للكرك، تشيكن باتر براتا. عامة الكرك من الحاجات اللي مش غالية خالص، فيش اكل انا دقته برضو خيش، بس في قطر كان ماي فيرست اكسبيرينس ان انا ادوق الاكل الهندي. احنا قلنا واحنا بنطلب الاوردر انه احنا مش بنحب الاكل السبايسي، انا كحبيبة يعني بعرف نفسي ان انا بحب الاكل السبايسي، بس اهلي واللي كانوا قاعدين معايا مش بيحبوا الاكل السبايسي، فهم قالوا احنا مش بنحب الاكل السبايسي. قال لهم اوكي اوكي. الاكل كان سبايسي بشكل انا مش عارفه، احنا لو ما كناش قلنا ان احنا مش بنحب السبايسي كان اللي قريبتي فهمتهولي ان ده كده اقل حاجه سبايسي عندهم، الاكل سبايسي موت. بس الصراحه الاكل لذيذ بشكل خلاني اكلت برضو بغشامه، وانا اصلا هموت بجد، كنت بموت طول الوقت بموت. كان في زبادي كده بينزل مع الاكل، انت بتاكل معلقه ومعلقه زبادي، معلقه ومعلقه زبادي. اكلت فين بقى؟ اكلت في مكان اسمه MRI، تحفه، اكسبيرينس تحفه، والمكان حلو جدا. تاني مكان اكلت فيه واتبسطت قوي كان الاكل التركي، اكلت في مطعم اسمه المطعم المركزي التركي او حاجه كده، بس الاكل كان يا جماعه الاكل كان مش طبيعي، العيش تحفه، السلطات تحفه، المين ديش كان تحفه. اكلت هناك زي كباب كده كان يجنن، المكان ده كل حاجه اكلتها فيه كانت تحفه. بالنسبه للحلو اكلت في مكان اسمه ابو شاكر، يا جماعه تحفه بجد. انا مش عارف اتكلم، مش عارف احكي، بس بجد لازم تروح المكان ده لو روحته. كل الاماكن اللي انا روحتها ايه اكتر مكان ممكن اروحه مره واتنين وتلاته وعشرة من غير ما ازهق، من غير ما مل، واي حد مسافر قطر ما ينفعش يفوت المكان ده. سوق واقف، روح سوق واقف، روحوا الصبح وروحوا بالليل وروحوا بعد الظهر وروحوا العصر وروحوا طول الوقت. سوق واقف هو يعتبر من اقدم الاماكن في قطر. قريبتي حكت لي انه قصه سوق واقف ان هو جنب المينا على طول، المينا برضو تحفه، انتوا ممكن تروحوا المينا وسوق واقف نفس اليوم. فسوق واقف جنب المينا، فكان زمان التجار لما بينزلوا ببضاعة في المينا بيروحوا مكان سوق واقف وبيبيعوا البضاعة اللي معاهم على واقف، عشان كده اتسمى سوق واقف.
شكرا. thank me later. بعد كده بقى اتبنى سوق، بس هو واخد طابع قديم كده، كله بقى كافيهات وبرده مطاعم، في اماكن كتير قوي هناك مصرية. حبيت المكان قوي، هو كان مديني فايب شوية زي هنا خان الخليلي وشارع المعز والحتت دي، كان مديني نفس الاحساس كده. هل قطر بادجت فريندلي؟ اجابة هي نعم، لانه معظم الخروجات اللي انا حكيت لكم عليها دي، زي مثلا سوق واقف، سباير بارك، زي مثلا قطارة، او زي مثلا سي لاين، انتوا الاماكن دي وانتوا داخلين مش بتدفعوا تيكتس مثلا او حاجه زي كده، بس لو انتوا بقى جوه اكلتوا شربتوا جبتوا عملتوا اي سيرفيس فانتوا اكيد بتدفعوا. بس لو انتوا قررتوا انتوا تنزلوا وتستكشفوا الاماكن go for it، مش هتدفعوا اي حاجه. اسعار المنتجات او البرودكتس لا حلوه جدا، معظم الحاجات هناك affordable. طبعا في حاجات بقى luxury اكتر بكتير، وفي حاجات اغلى بكتير. انتم مسافرين on a budget، فلا هي دولة budget friendly الى حد كبير. هل انا ممكن اسافر هناك تاني في يوم من الايام؟ يا ريت بسرعة، عايزة اسافر هناك في اسرع وقت ممكن. مستغربة ان انا لما روحت هناك ما حسيتش ان انا متغربة، حسيتش ان انا خايفة على نفسي. كنت خايفة ان انا مثلا اسيب اهلي واتمشى مثلا لوحدي، اروح اجيب حاجة لوحدي كده. كنت بتحرك بطبيعتي جدا، وكنت حاسة بسلام نفسي غير عادي، لان البلد هادية جدا. قطر الدولة هادية قوي، في ايفنتس في فعاليات في كل حاجة، بس ستيل دولة هادية. انا كنت منبهرة بكل حاجة بصراحة، النظام والقوانين والدولة، بس اكتر حاجة كنت منبهرة بيها بجد الاخلاق. يعني هناك الناس اخلاقها حلوه وروحها حلوه واكشلي شفت ناس كتير يعني قطريين فيقعدوا يقولوا لي بقى اللي هو اجازه سعيده وكده يعني يا رب تتبسطي وكده. فاللي هو كده حاجه كيوت قوي يعني الصراحه. حبيت كل حاجه هناك، اسرع طياره توديني هناك بسرعه. يا رب اكون جاوبت على كل الاسئله اللي جت في بالكم، ولو في اي اسئله تانية عندكم ممكن تقولوا لي في الكومنتس. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يا رب يا رب ارفع ايدك معايا، ارفع ايدك معايا يا رب. يا رب ما اختفيش، يا رب ما افقدش الشغف. شكرا. I love you.